ايه اللي بيحصل بقى في البروسيس بتاعة النوم بتاعتنا؟ العالم ماثيو ووكر كتب كتاب اسمه Why Do We Sleep؟ احنا ليه بننام؟ وكأن عملية النوم دي هي عملية ريستارت كده من اول وجديد. هو النوم مش بس ان احنا بننام وبنرتاح، لا، جسمنا بيفرز مواد كيميائية عاملة بالظبط كده زي عربيات التنظيف اللي بتدخل تنظف خلايا المخ من كل البروتينات الضارة وكل السموم. وده بياخد العملية دي تاخد من 6 ل 8 ساعات نوم عشان تصحى تاني يوم فايق، وتصحى تاني يوم والمعلومات اللي انت خزنتها دي تتحول لذكريات، كأنك كده دوست على زرار سيف بوتن. النوم نعمة من ربنا سبحانه وتعالى علينا، بس احنا للأسف بقينا في عصر بنحب السهر، وفي مننا كتير من كتر ما بيشتغلوا ومرهقين ومشغولين في الحياة يقول لك مش لازم انام دلوقتي، انام بعدين. بس ده في الحقيقة غلط. احنا فعلا محتاجين ننام عشان نرتاح، وعشان مخنا ينضف، وعشان ما نصابش بعد كده بقى بشيخوخة وزهايمر.